أنواع الاستثمار العقاري. والسؤال دلوقتي ليه مهم نفهم الأنواع دي قبل ما نختار الاستثمار اللي هندخله؟ وأول حاجة علشان كتير في ناس بتشتري عقار حلو ولكن التوقيت بتاعه غلط أو لغرض مش مناسب اللي هو عايزه، يعني هو عنده هدف فاشترى عقار، العقار ده ما بيحققش الهدف ده. فعلشان كده لازم نفهم، لأن النوع الصح او العقار الصح هو اللي بيخدم الهدف بتاعي، مش اللي عنده اعلان شكله حلو ولا العقار اللي عليه زحمه. وعلشان كده لازم تحدد الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي. هل انت عايز دخل شهري ولا ربح سريع ولا امان على طول المدى ولا تنمية لراس المال؟ لازم تحدد انت عايز ايه بالظبط علشان تختار النوع المناسب لهدفك. وخلينا دلوقتي نتكلم على الانواع الاساسية للاستثمار العقاري، وهنغطي اغلب الانواع اللي متعارف عليها في السوق. لو في حاجة ما اتكلمتش عليها ممكن تكتبها لنا في الكومنتات. هنتكلم على اكتر من حاجة. اول حاجة التعريف بتاعها، تاني حاجة اهم المميزات، اهم العيوب، مين اللي يناسبه العقار ده. واول نوع هنتكلم عليه هو الشراء للتأجير، الاستثمار في عقار بغرض تأجيره. بعد كده اول حاجة ان هو بيحقق دخل شهري منتظم، وده اول ميزة موجودة فيه. تاني حاجة مناسب جدا للي بيدور على الدخل السلبي. كمان قيمة العقار بتزيد مع الوقت، فده لو فكرت تبيعه في المستقبل بيرجع لك مكسب كويس. كمان انت الإيجار بتاعك بيزيد مع نسب التضخم، فبرضه بيحميك من التضخم. وآخر حاجة إن لو بنتكلم على عقار سكني مثلا، ممكن تأجره مفروش، وحتى في بعض الحالات للمكاتب الإدارية تقدر تفرشهم وتأجرهم. وطبعا معروف إن الإيجار المفروش بيكون أغلى من الإيجار العادي. طيب بالنسبة لعيوب النوع ده من الاستثمار، وهي أول حاجة إدارة الاستثمار نفسه، التحصيل، الصيانة، المتابعة، كل الحاجات دي بتحتاج وقت وبتحتاج مجهود. كمان ممكن يفضل العقار بتاعنا فاضي لفترة من الوقت وما يحققش الهدف بتاعه اللي هو الدخل الشهري. كمان قوانين الإيجار في بعض الحالات بتبقى معقدة، فبتحتاج تستعين بمحامي لمتابعة العقار بتاعك. لو مفيش شركة إدارة وتشغيل هي المسؤولة عنه. يناسب مين؟ يناسب الشخص اللي عايز عائد منتظم وكمان عنده وقت يتابع العقار، أو هيسند المهمة دي لشركة إدارة ممتلكات متخصصة في النوع ده من الاستثمار. حاجة عايزك تكون عارفها، إن العقار اللي بنشتريه بهدف التأجير محتاج متابعة، محتاج فهم للمنطقة والطلب الإيجاري، وهتأجر لمين وهتأجر إزاي. وكمان ساعات بيحتاج إن أنت تستعين بمتخصصين. تاني حاجة هو الشراء بغرض إعادة البيع أو الفليبينج. وهنا أنا عايز أقف وقفة مهمة جدا، علشان بيجي لي ناس وعملاء بتكلمني تقول لي أنا في حد قال لي اشتري وثلاث شهور وابيع لك. العقار ما بيتعاملش معاملة المنتجات الرخيصة، العقار منتج غالي بيحتاج فهم في الأول زي ما بنقول، وكمان بيحتاج وقت في إعادة البيع، وخصوصا لو بتشتري تحت الإنشاء لازم يحصل تقدم في عمر المشروع علشان تقدر تبيعه وتطلب اوفر. فكرة ان اشتري دلوقتي وثلاث شهور وهنبيع لك وهتكسب، ما هي الا فكرة تسويقية ربنا يسامح اللي بيعملها. طيب مميزات الشراء وإعادة البيع، أول حاجة أرباح سريعة لو اتعمل صح، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ممكن تشتري والسوق تحت وتبيع في السوق بشكل مناسب، فتقدر تحقق هامش ربح محترم. لكن لو ما عندكش الخبرة ما بتعرفش تعمل دي من أول مرة، فبتحتاج كذا تجربة علشان تقدر تفهم السوق صح وتعرف تعمل الهدف ده بشكل صحيح. العيوب في الموضوع ده إن المخاطرة عالية زي ما أنا قلت لكم. وكمان لو بقى عقار موجود بشكل فعلي، تكاليف التغيير والتشطيب علشان تقدر تعمل إعادة بيع ممكن تبقى زيادة لو أنت مش فاهم الجزئية دي. ولو أنت معكش متخصص ممكن ما تعرفش تبيع بسهولة. ولكن ده بيناسب الشخص الفاهم
في الجزء اللي هو داخل يعمله، وبيناسب الشخص اللي عنده حركة بشكل سريع، يعني هو ممارس في السوق. كمان شخص عنده راس مال قادر ان هو يشتري حاجه ويعيد تشطيبها، او قادر ان هو يشتري حاجه ومتفهم انها مش هتتباع على طول، فهيستنى شويه عليها علشان يقدر يعمل اعاده بيع. الحاجه اللي انا عايز اقولها لك ان مش كل عقار سعره رخيص هو فرصه. العقار المهم فيه ان ما قيمته تكون مناسبه، ونشتري حاجة فعلا قيمتها فيها، علشان أقدر أكسب مكسب مناسب. مش شرط إن أنا أبص على مكسب كبير مغري فأشتري عقار وحش لأن سعره رخيص. الموضوع ما بيمشيش كده. طيب، النقطة اللي بعد كده من أنواع الاستثمار هي الشراء بغرض التطوير، وهي ببساطة إن أنا بحول عقار قديم لفرصة جديدة. فده بيحتاج خبرة وفي التشطيب ومع معاملة الفنيين. كمان الميزة فيه إن بتزود القيمة بشكل كبير لو السوق في حالة استقرار وأنا اشتريت بسعر مظبوط، لأن اللي قبلنا قالوا أنت بتكسب في العقارات وأنت بتشتري، مش وأنت بتبيع. وأنت بتشتري بتحاول تشتري حاجة فرصة، علشان وأنت هتبيع بسعر السوق. العيوب في النوع ده من الاستثمار هو ان انت محتاج معرفة في التشطيبات زي ما قلنا، ومعرفة في التعامل مع الفنيين والصيانات وحاجات زي كده. وكمان ان ممكن وقت التنفيذ يطول منك لو انت مش حاسبها صح. الاستثمار ده بيناسب مين؟ بيناسب حد عنده خبرة في التفاصيل، وبيقدر يشتغل مع مقاولين، وبيفهم كويس في جودة التشطيب، وبيعرف يحسب التكلفة. لو انت مبتدئ ما بنرشحش النوع ده من الاستثمار. النوع اللي بعد كده هو النوع الأقرب لقلبي، لأني مع عملاء عندي كتير حققنا منه استثمارات ومكاسب ضخمة جدا. اول حاجه النوع ده هو الشراء اوف بلان، او الشراء في مشروع جديد. المميزات ان السعر بيكون اقل بكتير من السوق، وكمان في فرص تقسيط حلوه جدا. كمان ممكن تبيع قبل الاستلام بهامش ربح محترم. العيوب ان في مخاطره لو ما اشتريت العقار ده مع مطور مش كبير او مطور مش ثقه، بيكون في نوع من انواع المخاطره. كمان المشروع بعد التسليم لو انا مشتري مع مطور ضعيف ما بيبقاش بنفس الجودة. ده غير المخاطر ان ممكن يحصل تأخير في الاستلام برضو لو مع مطور ضعيف. آه، فعلشان كده دايما بننصح بحسن الاختيار من البداية. الفكرة بقى ببساطة ان ده بيناسب الشخص اللي بيشتري والميزانية بتاعته مش ضخمة، ما عندوش القدرة ان هو يدفع كاش. ويناسب الشخص اللي بيحوش مدخراته النهارده وعنده خطة او عنده رؤية ان هو يعمل حاجة كبيرة في المستقبل. اللي عايز اقوله لك هنا ان النوع ده من الاستثمار بيعمل مبالغ وثروات كتير لو استغليته صح، وبرضه ممكن تخسر فيه كأي نوع من الاستثمار لو اشتريت غلط. ففي البداية اتعلم كويس جدا او استعين بمتخصص يساعدك تاخد القرار بشكل مظبوط. طبعا في الاستثمار في الأراضي، وهنا مش هديها مساحة من الكلام لأنها بتحتاج حد عنده نفس طويل، وفي نفس الوقت عارف هو بيعمل ايه، وكمان راس مال كبير. فخلينا ندخل على الاستثمار اللي بعد كده، وهو الاستثمار العقاري في القطاع الفندقي. وده نوع جديد علينا في مصر. مميزاته انه بيقدم لك عائد ايجاري مرتفع عن السكني طبعا. كمان بيكون في شركة إدارة وتشغيل، مفيش بقى متابعة للإيجار وإن أنت تدور على مستأجر وكده. كمان في الغالب بيكون الأماكن اللي فيها النوع ده من الاستثمار هي أماكن سياحية أو أماكن راقية، علشان تقدر إن أنت تأجره بسهولة. وكمان في بعض العروض وبعض المطورين بيبقى فيه في العروض ضمان للتشغيل بنسب معينة، فده بيساعدك إن أنت تبقى عندك حسابات مبدئية على العقار اللي انت داخل عليه. طبعا عيوب النوع ده من الاستثمار ان الوحدة بتكون اغلى من السكني طبعا، لان بيكون في تشغيل، لانها بتكون متشطبة، لانها في الغالب بتكون بالفرش. كل الحاجات دي بتخلي سعرها اغلى من الوحدات السكنية.
في بعض الحالات العائد بيكون متغيّر على حسب الموسم أو الseason. كمان بيعها ما بيبقاش بنفس السهولة، لإن عايز مستثمر. الشقة السكني ممكن تبيعها لأي حد. كمان محتاج حد فاهم لطبيعة المنطقة اللي هيستثمر فيها، هتأجر لمين في المستقبل. النوع ده من الاستثمار بيناسب الشخص أو المستثمر اللي عايز يستثمر بدون إدارة. كمان بيدوّر على أصل ثابت في منطقة حيوية، وعنده رأس مال أعلى نسبيًا من اللي بيستثمر في شقة. السؤال دلوقتي إزاي أختار النوع المناسب ليّا؟ أول حاجة تعرف أنت بتدوّر على إيه، يعني أنا دلوقتي عايز دخل، عايز استقرار، عايز تنمية لرأس مالي. دي أول نقطة باسأل عليها وباكتبها وأنا باحدد النوع اللي هاستثمر فيه. النقطة اللي بعد كده هو إيه مستوى معرفتك بالإدارة، إدارة النوع ده من العقار اللي هيخلّيني آخُد الخطوة دي. النقطة اللي بعد كده رأس مالك عامل إزاي؟ هل المبلغ معاك كاش؟ هل هندفع مقدّم وأقساط؟ هل عندنا القدرة ندفع دفعات سنوية والّا لأ؟ وضع رأس المال شكله عامل إزاي بيساعدك كتير تختار النوع المناسب. الجزء اللي بعد كده عندك وقت للمتابعة والّا ما عندكش وقت لمتابعة العقار ده؟ وفي نفس الوقت تسأل سؤال مهم جدًا، السوق حواليك دلوقتي بيدّي فرص في أنهي اتجاه؟ لو أنا دلوقتي هادّيك ملخص سريع للفيديو، فإحنا اتكلمنا على أنواع الاستثمار العقاري المختلفة من حيث الربح والمخاطرة، وإن مش الأفضل على طول هو الأغلى، الأفضل هو الأنسب. العقار الفندقي ممكن يكون فرصة ممتازة لو فهمته صح، وعليك إن أنت تختار صح من البداية علشان تقدر تحقق أهدافك من العقار. التمرين اللي هنتكلم عليه في الفايل ده هو إننا هنختار 3 أنواع من الاستثمار العقاري تكون شايف من وجهة نظرك إن هم مناسبين ليك، تسجل مميزاتهم وعيوبهم، وتشوف إيه أكتر نوع منهم مناسب لظروفك الحالية. وبعد كده ابدأ دَوّر على أمثلة واقعية من أرض الواقع في النوع اللي إحنا بنتكلم عليه في السوق المحلي المصري. وإزاي هتقدر تكسب من النوع ده. دَوِّن وسجّل، ما تاخدش أي خطوة في أي حاجة، ولكن ده تمرين عملي بيساعدك تفكّر بعقلية المستثمر اللي داخل يكسب مش داخل يجرّب. وقبل ما نخلّص الفيديو خلّيني أقول لك كلمتين مهمين جدًا. أولًا اللي أنت شُفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، أو كنت لسه في البداية وما عندكش أي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع أكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو إن يشوفوا أكبر عدد من الناس، وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. وأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان
اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.